السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نوع من البشر كده عندهم افتراء، لكن هنية دي هي المادة الخام للافتراء وقلة الأصل والنكران الجميل، وقلبها ميت. مفيش لحظة في حياتها مرت عليها حست بالندم، مع إن حياتها من بره تبان طبيعية، ست طيبة وغلبانة واخدة بالها من جوزها ومن بيتها ومن ولادها، لكن الحقيقة هي هنية المفترية. وطبعا لما كانت بتختار الناس اللي حواليها كانت بتنقيهم زيها بالظبط. وقبل ما نبتدي الحكاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في 2024 وتحديدا في عزبة حميدة، وتحديدا أكتر في شقة موجودة في الدور الأرضي في واحدة من البيوت السكنية اللي هناك جوه منطقة شعبية، كل الأهالي اللي فيها تقريبا كده يعرفوا بعض، ومن وسط الأهالي دي في منهم كمان ناس كتير قوي قرايب. قبل التاريخ ده ب35 سنة سعيد الموظف الطيب والمكافح قرر ان هو يتجوز، وساعتها اختار هنية اللي هي تبقى بنت جارتهم الناس الطيبين والغلابة قوي. واختار هنية لانها بنت جميلة جدا، وعيلة سعيد وعيلة هنية كانوا يعرفوا بعض كويس قوي. سعيد كان عنده 32 سنة وهنية كان عندها 19 سنة، وبمجرد ما عرفت ان الراجل ده عايز يتجوزها فرحت قوي ورحبت جدا بالموضوع، برغم إن في فرق سن كبير جدا بينهم. لكن سعيد كان معروف في المنطقة إنه هو شاب مكافح وشاطر قوي، والأهم عنده طموح. الفكرة مش في الوظيفة بس، كان عنده طموح في حياته بشكل عام. بعد ما يتقدم لها والأهل يوافقوا على الجوازة دي، بعد مدة قليلة الاتنين اتجوزوا في نفس المنطقة اللي عاشوا فيها طول عمرهم، اللي هي عزبة حميدة في كفر الدوار. ومن وقتها وهم عايشين في نفس الشقة اللي اتجوزوا فيها. وزي ما قلنا المنطقة اللي عاشوا فيها دي كلهم كانوا يعرفوا بعض، وكمان في بينهم قرايب كتير. العلاقات اللي بين الناس هناك كويسة جدا، والتداخل بين البيوت دايما بيبقى قوي زيادة عن اللزوم. تمر السنين وربنا يرزقهم بأولاد، وطول الفترة اللي فاتت دي الناس كلها عارفة إن العلاقة اللي ما بين هنية وبين سعيد كويسة جدا. كل اللي كان بيحصل من شوية خناقات بسيطة هي تقريبا اللي موجودة في معظم البيوت. ومشكلة سعيد مع هنية كانت دايما ليها علاقة بالرضا، دايما شايفها مش عاجبها حالها. والمشكلة الأكبر كمان إن هنية بعد شوية بدأت تحس بفرق السن اللي بينهم، فكانت دايما بتقعد تقول له كلام رخم قوي زي انت كبرت وخرفت، وزي كلام تاني كتير ملوش أي لازمة. بس المهم هنية كان عندها مشكلة كبيرة في فرق السن ده، برغم إن سعيد لما تقدم لها عشان يتجوزها ولا حد غصبها على الجوازة دي، ولا حد طلب منها إن هي توافق عليه. هنية بين كل فترة والتانية كده تقعد تسمع سعيد كلام رخم، ومن هنا بدأت فكرة الافتراء تبان عليها، ولا عجبها حالها ولا راضية بالوضع اللي عايشة فيه. وكمان بدأت تفكر في حاجات مضايقاها وتضايق جوزها بيها. طب ايه السبب يا هنية؟ مفيش سبب. وبعيدا عن اي حاجة، هي كان من حقها ان هي تطلب الطلاق. يعني لو لقت نفسها مش مرتاحة في البيت من حقها ان هي تطلب الطلاق عادي جدا. لكن المشكلة ان عمرها ما قالت الكلمة دي خالص، ولا عمرها حسست سعيد ان عندها استعداد ان هي تنهي العلاقة اللي بينهم. وما كانتش رافضة فكرة الطلاق علشان خاطر البيت والولاد والحاجات دي، لا طبعا. الموضوع ما كانش فارق معاها خالص، ولا بيتها ولا حتى ولادها كانوا فارقين معاها. الفكرة كلها هي الانتقام. هنية كان عندها إحساس إنها لازم تحسس سعيد إنه عنده مشكلة، وإنها لازم تحسسه إنه أكبر منها في السن، وإنه لازم يحمد ربنا إن هي وافقت عليه. المهم إنها تضايق جوزها وبس، سواء بسبب أو من غير سبب. هي الحكاية كلها ليها علاقة بالافتراء. وسعيد كانت حالته المادية كويسة قوي بجانب شغله، وإنه هو كان موظف كان شاطر قوي. كمان كان بيحب التجارة الحرة، وعلشان كده كان بيسافر، وكان عنده علاقات قوية قوي بناس كتير في محافظات مختلفة. كان دايما بيكون معاه فلوس كاش، وشغل التجار دايما بيحتاجوا فلوس كاش موجودة معاهم ومتوفرة معاهم لأي طارئ. عمره ما ودى فلوسه البنك، لأن شغله في التجارة زي ما قلنا كان ممكن في أي وقت يحتاج مبلغ مالي. ممكن ساعتها البنك يبقى قافل، ممكن ساعتها يبقى في أجازة. سعيد كان عامل مخبأ سري جوه البيت بتاعه، كان واخد أوضة من الأوض وحافر حفرة كبيرة قوي تحت السرير، بيحط في الحفرة دي كل الفلوس والذهب اللي عنده. وطبعا بحكم العشرة والثقة اللي بينه وبين مراته، فكانت هي كمان عارفة كل حاجة عنه. نرجع لهنية اللي فعلا
عندها مشاكل كتير قوي مع سعيد من غير أي سبب، لكن الفكرة كلها إن برغم المشاكل دي فضلت مستمرة معاه. حياتهم الزوجية استمرت لمدة 30 سنة، وخلال المدة دي ربنا كرمهم وجوزوا كل ولادهم، وكل واحد فيهم قعد في شقة في منطقة بعيدة، بس المهم كلهم ساكنين برضو في كفر الدوار. ومن وقت ما الولاد كلهم اتجوزوا بقت هنية وسعيد عايشين لوحدهم في الشقة، وبين فترة والتانية ولادهم كانوا بيجوا زيارة، وزي ما قلنا كانوا عايشين في كفر الدوار، بس عايشين في قرى بعيدة شوية، ومنهم واحدة بس من ولادهم كانت ساكنة قريبة منهم. وبعد مرور 30 سنة سعيد طلع معاش، بس من ساعة ما طلع معاش وأمراض كتير بدأت تظهر عليه زي القلب والسكر والضغط. طبعا عارفين السبب كان مين؟ ربنا يبارك لك يا هنية. كانت كل شوية بتتخانق مع سعيد خناقات رخمة جدا، وعلشان كده الراجل ما كانش قادر يستحمل الحياة دي. بس المشكلة بقى إن الناس اللي حواليهم واللي ساكنين في نفس المنطقة ما كانوش عارفين أي حاجة من اللي بتحصل. كانوا شايفين إن هنية دي ست عظيمة جدا، حافظت على بيتها وعلى ولادها، وفضلت واقفة ورا جوزها لحد ما ولادهم كلهم اتجوزوا. كل الناس عارفين إن هنية دي ست عظيمة، ومفيش منها 2 إلا واحد بس، فايز. فايز ده يبقى قريب سعيد من بعيد شوية، وفي نفس الوقت كان ساكن في نفس المنطقة اللي هم ساكنين فيها. وطبعا بحكم القرابة والعلاقة القوية اللي كانت ما بينهم فكان بيحب سعيد وكان دايما بيزوره، بس كمان كان بيحب هنية قوي وشايف إنها ست جميلة وكانت تستحق واحد أحسن من سعيد. خليكوا فاكرين إن سعيد ده يبقى قريب فايز. في الوقت ده سعيد كان عنده 62 سنة، وهنية كان عندها 50 سنة، وفايز عنده 52 سنة. إحنا بنتكلم عن ناس كبيرة وعارفة كويس قوي هي بتتصرف إزاي. والوقت اللي العلاقة بين سعيد وفايز وهنية كانت قوية قوي والزيارات اللي ما بينهم كانت كتيرة كانت سنة 2022. وفي السنة دي فايز يقول لها كلمتين محشورين في زوره، وبرغم سيرة القرابة اللي بينه وبين سعيد جوزها لكن ولا فرق معاه أي حاجة من الحاجات دي، وكان متأكد من جواه إن هنية برضو مش فارق معاها. وفعلا أول ما فايز فكر إنه يتكلم معاها قالت له إن هي كمان معجبة بيه، وكان نفسها من زمان تتجوز واحد زي فايز بدل سعيد اللي اتجوزته ده وهو أكبر منها في السن. ومع مرور الزمن بقى عنده أمراض كتير، إيه اللي يرميها الرمية دي وإيه اللي يجبرها على العيشة معاه؟ فايز قال لها نفس الكلام ده، إنه من ساعة ما شافها من زمان قوي وهو معجب بيها، بس المشكلة مش عارف يقول لها إيه ولا عارف يفتح الكلام إزاي معاها. بس طلب منها إنهم يفضلوا مع بعض عادي جدا لحد ما يشوفوا هيتصرفوا إزاي. وفي الوقت ده برغم إن سعيد كان كبر في السن قوي وعنده أمراض كتير، بس كان لسه محافظ على التجارة بتاعته، وكان معظم الوقت بيسافر لمحافظات مختلفة. سعيد ما كانش يعرف إنه هو بمجرد ما بيسافر بره المحافظة ويروح لمكان تاني في الوقت ده فايز كان بيجي البيت ويقضي وقت براحته جدا مع مراته هنية. وزي ما الحياة بين هنية وبين سعيد فضلت في السر ومحدش يعرف عن مشاكلهم أي حاجة لمدة 30 سنة، برضو العلاقة اللي بين هنية وبين فايز فضلت في السر، وما كانش في أي حد من سكان المنطقة متوقع أصلا إن في علاقة غريبة بتحصل ما بين هنية وبين فايز. بتمر سنة كاملة على العلاقة دي، هنية وفايز بيتقابلوا عادي، وكل ما سعيد جوزها بيسافر فايز بيجيلها على البيت. بس الموضوع بعد شوية اتطور أكتر من كده. لو سعيد لأي سبب من الأسباب ما سافرش بره المحافظة خالص كانت هنية تقعد تفكر تتصرف إزاي ساعتها. وساعتها اتفقت هي وفايز إنهم يتقابلوا في بيت مهجور موجود ورا البيت اللي هي ساكنة فيه، يعني ولا فارق معاها كل الناس ولا فارق معاها أي حاجة، ولا فارق معاها جوزها ولا ولادها. حتى فايز كمان لما كان بيجي لها البيت المهجور ده كان شايف إن الموضوع عادي. وحقيقي أنا مش فاهمة هنية ولا فاهمة فايز، يعني الموضوع خلاص فارق معاهم قوي كده تطلب الطلاق. بس كانت فكرة الطلاق دي بره دماغ هنية خالص، كان عندها مشكلة بشكل واضح. إزاي بعد 32 سنة جواز تقول للناس كده بشكل عادي إن هي هتطلب تتطلق؟ وإزاي هتقنع ولادها؟ والناس هتقول عليها بعد كده إيه؟ بعد ما جوزها كبر وبقى عنده أمراض طلبت منه الطلاق علشان مش قادرة تستحمله. فهنية شافت إن الأفضل تفضل العلاقة دي في السر لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه. وهنية في الوقت ده هي وفايز كانوا بيحاولوا يقنعوا نفسهم إن اللي بيعملوه ده هو الصح، وتستمر العلاقة دي اللي بينهم
لمدة سنة كاملة. طول السنة دي ولا هنية مرة فكرت ترجع عن اللي بتعمله، ولا فايز مرة حس إن اللي بيعمله ده اسمه قلة أصل، ولا ضميره نقح عليه، ولا العيش والملح اللي كانوا مع سعيد وجعوه، ولا حتى فكر في القرابة. الاتنين مش فارق معاهم أي حاجة، وحقيقي كانوا شبه بعض في كل حاجة. بس في السنة التانية الموضوع اتغير شوية. هنية سألت فايز سؤال بريء، قالت له: هو لو سعيد جوزي مات، هل يا ترى يا فايز هتتجوزني؟ فيقوم فايز يرد عليها ويقول لها: طبعا، أنا هلاقي الجمال ده كله فين؟ قالت له: خلاص، يبقى نقتل سعيد. وكل حاجة تقريبا كده مترتبة وجاهزة. وفايز وهو بيسمعها وهم كانوا واقفين في البيت المهجور وافق على اللي قالته هنية على طول. فطلبت منه يروح على الصيدلية ويشتري دواء منوم كميات كبيرة، بس الشرط إنه هو اللي يروح يشتري الدواء ده، علشان محدش من الجيران ولا صاحب الصيدلية يشوفوا هنية داخلة تشتري دواء منوم بنفسها. فايز وافق ونفذ طلباتها. راح تاني يوم واشترى فعلا الدواء المنوم، وبعدها طلع على البيت المهجور واتفقوا على مكان معين موجود في البيت ده هيسيب لها فيه الدواء. وتاني يوم هنية تروح البيت المهجور وتروح عند المكان اللي قال لها عليه فايز، وتلاقي فايز سايب لها الدواء اللي اتفقوا عليه هناك. خدت علبة الدواء وهي راجعة على البيت، عدت على محل بقالة واشترت كيس عصير سريع التحضير، وتحديدا عصير تمر هندي. وهنشوف دلوقتي حجم الافتراء وصل لفين. يعني كل اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. رجعت على البيت وطحنت 6 حبايات من الدواء المنوم وحطت عليه العصير ودوبته على انه عصير تمر هندي. ولما وصل سعيد البيت قدمت له كوباية العصير اللي طحنت فيها 6 حبايات، وقدمت له كمان 4 حبايات منوم علشان ياخدها، على اعتبار ان الأدوية دي أدوية القلب والسكر والضغط. وسعيد لأنه واثق جدا فيها شرب العصير وخد منها ال4 حبايات، ده على الأساس إن ده علاجه اللي بياخده كل يوم. لحد اللحظة دي هنية ادت لسعيد 10 حبايات منوم. سعيد دخل علشان ينام، ودخلت هنية وراه، وطول ما هي قاعدة عمالة تراقب الراجل وتشوف حصل له ايه. فلما تلاحظ بعد شوية إن مفيش أي حاجة حصلت، ساعتها شكت إن الدواء اللي حطيته ده أكيد مغشوش، فلازم تديله جرعة تانية. قامت ودخلت المطبخ وطحنت 6 حبايات وعملت له كوباية عصير تمر هندي تاني، على أساس إن العصير ده هيظبط له الضغط. وترجع الأوضة ومعها العصير، وأقنعت سعيد إن وشه في حاجة مش مظبوطة، فياريت يشرب العصير ده علشان يتحسن. وفعلا سعيد في الوقت ده كان بدأ يحس بالتعب من تأثير ال10 حبات اللي خدهم، بس من كتر الثقة في هنية شرب منها العصير اللي طحنا فيه 6 حبايات تانيين. وبعد كده اديته 4 حبايات كمان، وقالت له علشان تبقى مطمنة عليه. ازاي اقنعته ياخد كل الأدوية دي الله أعلم، بس سعيد لحد الوقت ده واخد منها 20 حباية منومة. المفترية حطت للراجل 20 حباية. طب هل اكتفت على كده؟ لا، لسه. بعد نص ساعة سعيد بدأ يفقد الوعي خالص. ساعتها كلمت فايز اللي كان ساكن في نفس المنطقة، فوصل لحد البيت وخبط على الشباك اللي موجود في الدور الأرضي، ودخل من الشباك اللي على الأوضة. تقوم هنية تقوله لازم نتأكد إنه مات. جابت الشال اللي سعيد جوزها بيلفوا حوالين رقبته، ولفوه هما الاتنين حوالين رقبة سعيد، وكل واحد بقى يشد من ناحية لحد ما تأكدوا إن سعيد خلاص مات. فايز وقتها بعد ما قتل الراجل هو وهنية قعد يفكر هيعملوا إيه، لأن الجثة كان باين عليها قوي آثار الخنق اللي موجودة على الرقبة، وكان الاتفاق إنه هيموت بسبب الحبوب المنومة. ما كانش متخيل إن هنية بتفكر تقتله، بس هنية بكل هدوء قالت له ما يقلقش وما يشيلش هم حاجة، هي مرتبة كل حاجة. طلبت منه يشيل معاها جثة سعيد جوزها من على السرير ويوديه على الأوضة التانية. ولما وصلوا للأوضة التانية هنية زقت السرير وورت المخبأ السري الفايز. ساعتها شالوا جثة سعيد وحطوها جوه المخبأ السري ورموا فوقيها شوية رمل. وبعدها طلبت من فايز إنه يمشي، بس قبل ما يمشي أكدت عليه إن بعد اللي حصل ده لازم يتجوزوا زي ما وعدها. يعني في وسط اللي حصل ده ولسه قاتلين الراجل وحاطينه في المخبأ السري، فايز وعدها بالجواز، وإنه بس الموضوع لما يهدى والناس تنسى هيتجوزها عرفي. هنية لما ورت فايز المخبأ السري اللي جوزها كان عامله، طلعت منه الفلوس والذهب، ودت لفايز
شوية فلوس، وده علشان بس يطمن كده إن اللي جاي هيكون حلو قوي. بعد ما فايز خلص كل حاجة وهنية تمام، اطمنت جدا. خرج من نفس الشباك اللي دخل منه، وعلى الساعة 5 الفجر والدنيا كانت لسه هادية، هنية نزلت اشترت شوية أسمنت ورجعت البيت، وخلطت شوية الأسمنت دول مع رمل كانوا موجودين وحطتها فوق الجثة اللي في المخبأ السري. وبعد يوم خافت إن الريحة تظهر، فنزلت اشترت أسمنت تاني وغطت بيه الجثة اللي برضه في المخبأ السري، وطبعا حاطة فوقيها السرير كأنها أوضة نوم عادية جدا. وفي نفس اليوم نزلت اشترت إزازة زيت عطري وقعدت ترش بيه في كل الأوضة علشان الريحة ما تظهرش. الولاد لما اتصلوا بيها وسألوها عن أبوهم قالت لهم إنه هو مسافر على القاهرة علشان عنده شغل هناك، بس المشكلة إنه هو مسافر نسي الموبايل بتاعه في البيت، وأكيد كلها يوم أو 2 بالكتير وهيرجع على بيته تاني. عدى 5 أيام كاملين على هنية بتنام في البيت عادي جدا، وهي عارفة إن هي قاتلة جوزها ودفناه في الأوضة اللي جنبها في المخبأ السري. بس ولاده وعيلته بدأوا يقلقوا عليه جدا، وكانوا مستغربين قوي من تصرفات مراته. يعني برغم عشرة السنين دي كلها الراجل مختفي، تصرفاتها عادية خالص، بتتعامل إن هو مسافر وجاي بعد كام يوم. الولاد لما راحوا البيت علشان يطمنوا على أمهم لقوا فعلا البيت شكله طبيعي قوي ومفيش أي مشكلة، وشافوا فعلا موبايل أبوهم وهو موجود في أوضة النوم. بس ما كانوش مرتاحين خالص للي بيحصل، وخصوصا إن أمهم مش باين حتى عليها أي قلق. وطبعا مفيش حد فيهم كان متوقع اللي حصل. في اليوم السادس أهل سعيد هم اللي قرروا يروحوا اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ بالتغيب هناك. كان باين في البلاغ إن هم شاكين في هنية، وإن هنية عارفة حاجة عن سعيد ومخبياها. رجال الأمن فهموا من أهل سعيد إنهم مش مطمنين لهنية. اتحركت قوة أمنية على بيت سعيد وهنية، وأول ما هنية تشوفهم كان باين عليها قوي التوتر. طلب منها رجال الأمن إن هم يفتشوا البيت على أساس إن هم ممكن يلاقوا أي دليل يساعدهم إنهم يوصلوا لسعيد. شموا ريحة زيت عطر قوي جدا. طبعا الموضوع ده ما كانش مريح. دخلوا الأوضة اللي كان جاي منها الريحة وحركوا السرير، لاحظوا إن في حفرة وباين قوي إن هي معمولة بالأسمنت من فترة قليلة. ساعتها هنية ظهر عليها التوتر، بس حاولت تقنع رجال الأمن إن ده مخبأ سعيد السري اللي هو حفره بنفسه، وكان بيحط الفلوس والذهب فيه على اعتبار إنه هو راجل شغال في التجارة ودايما بيبقى محتاج فلوس كاش في أي وقت، ولازم طبعا يشيل الفلوس في حتة أمان. بس رجال الأمن ما صدقوهاش، لأن طريقتها كان باين قوي عليها إن هي عاملة حاجة. وساعتها طلعوا أمر إن هم يحفروا المخبأ ده علشان يكتشفوا بعد كده جثة سعيد موجودة جواه. طبعا تم القبض على هنية، واعترفت لرجال الأمن بكل حاجة، وقالت لهم إن فايز هو اللي خطط معاها كل حاجة، وعرفتهم إن علاقتها بفايز كانت علاقة قوية بسبب صلة القرابة اللي بينهم. وتم القبض على فايز اللي طبعا أنكر كل حاجة. بس التحريات الأمنية وبفحص تليفون هنية وتليفون فايز أثبت رجال الأمن إنهم أصلا على علاقة ببعض غير شرعية بقالها أكتر من 2 سنين. في الوقت ده هنية كان عندها 52 سنة وفايز عنده 54 سنة. بعد ما تخلص كل التحقيقات تم تقديمهم الاتنين للمحاكمة، اتحكم عليهم بالإعدام. يعني هنية حطت لجوزها 20 حباية منوم، وبعد ما عملت كده خنقته بالشيل اللي كان بيلفه على رقبته. وطبعا كان بيساعدها فايز في كل حاجة. وبعد ما خلصت دفنت جوزها في المخبأ السري اللي هو حفره بإيده. ولا كان فارق معاهم هما الاتنين عشرة ولا صلة رحم ولا دم بيربط ما بينهم. فعلا الحرام آخرته وحشة، ربنا يسترها علينا ويرحم سعيد ويصبر ولاده. وآخر حاجة، ما تأمنوش لأي حد يدخل بيتكم، ما تأمنوش لأي حد خالص مهما كان. وإذا عجبتكم الحكاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.